أنتم أكثر شخص يهين الجزائر، ماشي غير مؤسسات الدولة، حتى الشيادة تاع النظام وأصبحوا يهربون من هولكم. الشعب ماشي واعر، أنت وجرتك واعرين، ومن بعد يقول لك علاش راهم يهضروا علينا في الخارج. يا أنتم أعطيتوهم مادة دسمة للكلام. العالم كامل مازال ما لحقش لو سوي تاع 100 مليون متر كوب في النهار، وتبون بغى ينتج أكثر من كل العالم مجتمع. رموا بيتنا أجمعين لأنها رايحة تريب. السلام عليكم. أحسن مثال يطبق على الوضع الحالي في البلاد هو مثال مجموعة القردة اللي استولوا على السيارة لكنهم عجزوا عن قيادتها. وطبعا المثل ما فيش تشبيه لهم بالقردة، وإنما التشبيه فقط من حيث عدم الأهلية على تسيير الأزمة. قلتها ونعاود، العسكر ربح ككل مرة لأسباب عديدة يمكن تلخيصها في أهم النقاط على عجالة. أولا، أقلية شعبية ساذجة يكلخلها النظام في كل مرة بسهولة تامة، وأغلبية خوافة ما تحبش تتعرض للعقوبات أو تتحرم من الامتيازات اللي النظام فهمهم أنها مزية. وبالطبع العنصر الأهم هو النخبة غير كفء على القيادة، ناس ما شاء الله رجال دولة، ناس كبار ترجيناهم في وقت الحراك أنهم يكونوا الواجهة، خافوا يصرى لهم كيما بورقعة ولا يتحاوزوا من قبل عرايا مثل ما صرا لالماس، وبقاو البياعة وفلول الإرهابيين وثلة من جماعة حرية أي حاجة يروجوا لخطابات دخلتنا في حيط. لكن، وأركز على لكن، مرة أخرى أثبت العسكري أنه لا يصلح للقيادة. والدليل راكم تشوفوا الوضع البائس اللي راهي فيه البلاد. بوتفليقة وهو ميت، البلاد حاكمتها عصبة مجرمين، وكان الجزائري ياكل الدجاج واللحم حتى ولو كان كونجلي بصح ياكل اللحم الأحمر، والحليب تاع الشكاير حتى يروب ويترمى في الصناديق، ويلبس القريفة اللي يشريها من الحانوت واللي يشريها من البالا، المهم لاقي واش يلبس، كل واحد وطاقته. ويشري الطوموبيل حتى ولو مركبة بصح السامبول دير 120 مليون، والشعب يقول لك خليها تصدي. اليوم المواطن يتصدى وما يقدرش يشري قوطي، حتى ولات الأزمة في السيولة والعدس والبيض والدجاج والخدمة والسكنة، وحتى السبور اللي كانوا يديفيليو به، كانوا مرة على مرة أبطال الألعاب القوى سواء في 800 متر ولا في 1500 متر ولا حتى ليكيب ناسيونال تتكاليف المونديال غير باش الشعب يخرج يقول تحيا. درك والو. وتزيد فوق هذا كامل التبهدايل تلحقنا ماشي على المستوى المحلي، وإنما جايبين بهاليل يمثلون الساحة السياسية الجزائرية. لما يتكلم واحد من الشعب تقولوا إهانة مؤسسات الدولة. ساحة سياسية يمثلها تبون وبنقرينا. تبون يكذب على العالم وبنقرينا يفستي ويخرط على الشعب، ومن بعد يقول لك علاش راهم يهضروا علينا في الخارج. يا انتم اعطيتوهم ماده دسمه للكلام، حتى ولا الحمار يقيم الحجه عليكم. فوين راهم اطارات المؤسسه العسكريه اللي كليتوا لنا رصانا بهم؟ 1.3 مليون متر مكعب. المتر المكعب يا المكعب فيه 1000 لتر من الماء. إذا درنا 1 دينار هي تكلفة إنتاج 1 لتر، معناها 100,000 لكل متر كوب. نضربوها في 1.3 مليار تعطيك 1300 مليار دينار يوميا، معناها 39,000 مليار دينار شهريا، وهو ما يعادل 284 مليار دولار كل شهر، ماشي في العام. الجزائر ما تدخلهاش في العام. خزينة البلاد ما فيهاش هذا المبلغ. العالم كامل مازال ما لحقش لو سوي تاع 100 مليون متر كوب في النهار، وتبون بغى ينتج اكثر من كل العالم مجتمع. ماشي من الضعف، ماشي بثلاث اضعاف، وانما ب 13 مره اكثر من المنتوج العالمي، 200 مره اكثر مما ينتجه اكبر بلد في تحليه المياه في العالم. الله يرحم باباكم وين رايحين بها. وكما قلت في منشور سابق، ما عادش يهمني تبون، لأنه لا ينكر عاقل على أنه جهول أهبل. لكن اللي يهم هو أنك تلقى واحد واعي، إما إطار في مؤسسة ما، أو أستاذ أو مهندس أو طبيب أو وزير أو شرطي أو عسكري، يبرر التبون وكذب تبون وتفاهة تبون. أي نعم الوضع الدولي خطير، أي نعم الأعداء يتربصون بكم من كل جانب، بصح أنتم السبب.
رانا في 4 سنين نقول لكم اطلقوا كل مساجين الحراك، بلعوا البيبان اللي يجيكم منها الريح، ما تغديوش المتربصين بكم. لكن انتم لا، تغننت تقارعوا حتى يدينكم البرلمان الأوروبي أو يجي المقرر الأممي وتكلم عليكم الصحف المغربية وتخرجوا لنا كاش واحد من البيادق تاعكم ينبح. أنتم سبب الأزمات، مثل هذا البغل اللي داير فيديو ويقول فيه الزيتوت ما تبارطاجي ليش فيديوهاتي. ما يبارطاجي لك الزيتوت، يبارطاجيها لك ايدي كوهين، يبارطاجيها لك بياشال. الحل مش انكم تقطعوا الانترنت على الشعب ولا تدخلوا كل واحد يدير لايف. الحل هو حبسوا الظروف اللي تخلي الشعب يدير لي لايف، حبسوا التسلط والتغول تاع السلطات القمعيه على الشعب. لما تغلب ما تحقرش، جمل. بالعكس، إذا رحمت المغلوب تكبر في عينه، مشي وهو مغلوب ومكسور وتزيد تحقره وتنمي فيه الحقد والرغبة في الانتقام. طبعا التفاهة اللي راكم تروجوا لها مقصودة، لأنه مستواكم منحط وما تبغوش واحد من الشعب يقول لكم مشي كيما هاك. انتم ربوبة وحاشاكم أن تخطئوا. واحد رب الاقتصاد، واحد رب التجارة، واحد رب الإعلام، واحد رب السياسة، واحد رب التعليم، والحبس والتنكيل لكل من ينتقد ربوبيتكم. الكنيسة بكري كانت تعدم كل المفكرين، ومعبد الديكتاتورية اليوم يعدم كل من يخالفه. يعدم سياسيا بتلفيق القضايا، مثل ما يديروا مع الكثير من الأساتذة والنشطاء باش يقطعوا أمامهم طريق الوصول للسلطة، ويخلوا الحفافات والشياتين وأبناء الشياتين لأنهم لا يأتي منهم ضرر. يعدموه اقتصاديا بتوقيفه عن العمل، وكل من يتبرع له ب100,000 باش يوكل لولاده توصلهم كونفوكاسيون. تعدموه اجتماعيا بتوسيخ سمعته في حومته وقدام أصدقائه والعائلة نتاعو، حتى ولا اللي يبيع الزطلة أكثر احتراما من واحد يدخل الحبس على جال راي سياسي. يتسمى خوك ما راهوش معارض. معارض؟ ايه يعني خوك ما راهوش ضد الحكومة نتاع الوطن. لا لا، الحمد لله يا ربي، نحمدك يا ربي، نحمدك يا ربي اللي وليدي سراق ويبيع المخدرات وماشي في المعارضة. نحمدك يا أرحم الراحمين، ألف حمد. نحمدك يا رب العالمين. استنى روح بشر يماك. استنى مداسية، مداسيتي، مداسيتي، مداسيتي. اش كاين؟ خير ان شاء الله. خير ونص و25 جيت نبشرك. فين؟ وليدنا اليوم ما راهوش معارض، وليدنا سراق ويبيع المخدرات. ياه، لازم تفرحيني تسمعي كاع الجيران، فهمتي؟ لازم يعرفوا باللي وليدنا يعني وليد زين العابدين ما راهوش معارض. الحمد لله يا ربي. يديروا لنا في التهمات. فهمتي؟ شوفي نديروا لهم وعده ونوكلوا كاع الجيران عليا، ونزيدوا نبشروهم كامل باللي وليدنا ما راهوش معارض، حاشا لله، وليدنا سراق ويبيع المخدرات. السبع جاب الخبر يا الحمد لله الحمد لله. زغرتي اليوم، نسمح لك زغرتي. وإذا كل هذه الإعدامات لم تردعه وما خافش، أرموا جد باباه 4 سنين في الحبس مثل ما درتوا المحاد بالك يخاف. وإذا درستوا عقلية دير فيديو ما جاتش من العدم. المواطن الجزائري خصوصا وكل الدول الديكتاتورية، بل حتى في أكبر ديمقراطيات العالم، تسيب واحد يصور واش يصرى معاه باش يحفظ حقه. في أمريكا ان سامبل سيتويان يصور ان اجون FBI ويطلقوه يروح. موظف في التجارة في الجزائر يقول المواطن تخلصها غالية. في الجزائر المواطن يوثق واش يصرى معاه، لأنه لما يجي أمام القاضي يصدق الشرطي حتى ولو كان كذاب. المواطن يدير لايف لأنه ما كانش شكون يشكيله ويرد له المظلمة نتاعه. يدير لايف باش يستنجد بالشعب، بالعالم، بالمنظمات الدولية، بالشيطان إذا أمكن، لأنه ما لقاش مؤسسات ترجع له حقه. طبعا كاين حالات شاذة، كاين اللي يبيع بلا ترخيص ومن دون احترام شروط النظافة ويقول لك حقروني. بصح لما يصورك ما تخطفلهش التليفون وتعطيه المخبط وتدخله الحبس. كاين اللي يبدا يعرش ويشكي على انه مظلوم لانه دار فوضوي وكنت والي عايش مع وحده بلا ليفري باش يدي سكنه، قبل الاستاذ اللي راه في 20 سنه يستنى وما خلاتهاش كرامته انه يدير سكنه في الفوضوي. تلقى واحد يبيع في البيض ومن حق الوالي انه يقول له نشاطك غير قانوني.
بصح ماشي من حق الوالي انه يهينه، بصح ما تدخلش اللي صور الحادثه للحبس، هذا مكان. ومن بعد يجي تبون يقول لك الشعب واعر. الشعب ماشي واعر، انت وجرتك واعرين. شعبنا تعطيه الفتات يخرج يعيط تحيا سي فلان، يربح ماتش تاع فوت ينسى الجوع، بخطاب شعباوي من خطابات بوتفليقه يرقد عهده كامله. ولما يموت طاغي مثل بومنتن ولا القايد زبله يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. دونك راه الشعب واعر. الشعب واعر كون جا عنده سلاح كيما الامريكان. الشعب واعر كون جا كيما تراكا اللي خلاو البيض حتى خمج وما كانش اللي يشريه. الشعب واعر كون جا كيما نيجيريا اللي صارت فيها ثوره شعبيه بسبب زياده 50 سنتيم في البنزين. الشعب واعر كون جا عندك قبائل متناحره مثل الهوتو والتوتسي في رواندا، ولا اكثر من 400 ديانه في الهند. الشعب واعر كون جا عندك ناس تقايس الوزراء الفاشلين بالبيض وترمي الفاسدين منهم في الزباله، وتجبر المسؤولين على الاستقاله مثل بريطانيا وفنلندا وغيرها من الدول اللي مسائلها خدامه عند الشعب. فوين راه الشعب واعر؟ انت اللي فاشل وحاشيتك فاشله واللي جابوك فاشلين ومروجون للفشل. تلقى بعض التافهين طبعا يقول لك باللي الشعبي تعطيه شويه مسؤوليه يتغول، تستأمنوا على شويه دراهم يسرق، تغفل عليه يروح القهوه وما يكملش خدمته. امثله عديده من هذا النوع، لكن ما يقول لكمش باللي السبب هو القانون اللي ما كانش. يؤخذ بالسلطان ما لا يؤخذ بالقرآن، وبصلاح الراعي تنصلح الرعيه. وتالمو الحاله خنزت مثل ما يقول عبد الرحمن المجدوب ربي يرحمه، تخلطت ولا بغات تصفى والعب خزها فوق ماها. رياس على غير مرتبه هما اهل خلاها. كون قال هذا الكلام في وقتنا يدوه الحبس. قلت تالمو طغى العفن حتى الشياتة تاع النظام واصبحوا يهربون من هولكم. نغزه من شكامه لبوتفليقه ومن بعد شكامه لتبون ومن بعد قالت لكم راهي ليكم كاع. فما تجيبوش واحد ديبيل يقول عاملوني في الجزائر خير من اللي عاملتني فرنسا، لانه حتى ولو كان فيه مشاكل اقتصاديه مؤخرا في فرنسا، حتى ولو فيه تضييق سياسي، حتى ولو كان فيه صحافه مطبله، حتى ولو كان عندهم بعض المواضيع حساسه، يقدروا يتمسخروا بخطاب ماكرون. Maman, maman, pourquoi je suis pédée? Maman, maman, pourquoi je suis pédée? Maman, maman. Manu, je suis pas ta mère, je suis ta femme, alors tu arrêtes maintenant. يقدر ممثل يرخص الرئيس، تقدر الصحافه تقول باللي الرئيس كذب وما وفاش. وري لي انت جريده وحده او صحافي شجاع يقدر ينتقد تبون. فما تستبغلش الناس الله يرحم والديك. ماشي باسكو دخلت لبلادك تولي سوبر قواد. ديجا الطريقه المذله اللي دخلت بها من المفروض تتخبى وما تجيش تبان. ماشي دير لايف وتقول كونداناوني. راك جايب قانون نورمالمون صيغه القانون اكبر من كل قرار وتلغيه مباشره. ولما تقول مؤسسات الدوله لو فات كو تا ايتي بروغرامي مالغري كو لا سيسيون تاع الكريمينال كانت مازال ما فتحتش، هذا معناه بانه ابسط اجون في السرابس عنده قيمه اكبر من وزير العدل اون بيرسون، بل حتى اكثر من القاضي الاول في البلاد. ويجي واحد قاضي ولا بروكيرور جفافه عند عسكري يبهدل بيك وفرحان. تسمى كون غير دخلت ارهابي تائب في وقت نكاع، على الاقل تستفاد من عفو خير من انك تكوندانا على ديفي ميم با مشي على فتره زمنيه معينه. وبالتالي في اي وقت تزغدك عائلتك يعاودوا يخرجوا لك احداث اخرى ما شارعتش عليها. وباش نكونوا منصفين، كابريزا جاب واحد نكره يقول باللي نكاع هدو وقال له باللي نقطعك. يا حمير مين تكذبوا عرفوا كيفاش تكذبوا. السيد جا باش يقنعك، فمن المستحيل انه يهدك. واذا كان حقيقه يهدد علاش ما هدد زيتوط؟ علاش ما هددش بن حليمه؟ علاش ما هددنيش انا؟ على ما هددش المئات من الاشخاص اللي تواصل معاهم؟ بغض النظر عن من يكون هذا الشخص طبعا، لكن نهضروا على النيغوسياسيون كيفاش تمت. جايبين واحد يكذب وباغيين بالكذب بتاعكم تقنعوا الشعب، ويجي نهار ونعرض عليكم المحادثه كامله. انا طلعت لابار تريوت وهما عاودوا هبطوها تري باس، ويجي نهار وتعدل لما تكون لا ضرر ولا ضرار ونهبط لبلادي عادي. بصح ماشي عبد الجبار بنونه يضربوه ب 18 شهر وانا عندي بيربيتويتي ودوبل بان دو 20 و3 سنين ونجي نقول لك سمحوا لي وقفوا معايا رجال. ما يمكنش اني نرجع نخدم ومراد هاشمي موقفينه على الخدمه. ما يمكنش اني نرجع نحضن اهلي وطاهر ومصطفى عندهم اكثر من 3 سنوات ما حضنوش ولادهم. والمشكل الاعظم انك حتى ولو قلت تبون كذب تروح تسامي خاوتك في الحبس
بتهمة إهانة مؤسسات الدولة. أنتم أكثر شخص يهين الجزائر، ماشي غير مؤسسات الدولة. تبون أخرق، جوجيل 92 سنة، شنقريحة لم يعد يقوى على الوقوف. هادو أكبر إهانة لأهم 3 مؤسسات في البلاد، بلا ما نهضروا على العقاب وبالقايم وهلم جرا من الوزراء والولاة ومسؤولين في مختلف المجالات. في الختام نعاود نقول انتم ربحتوا، كون عندكم الروح الرياضية ورحموا الشعب. هذا إذا ما كنتوش باغين يعاود الشعب يطور. ومشي عيب أنك تدي النصيحة من غريمك. فرعون وما أدراك ما فرعون استشار. لما جاه موسى قال للمستشارين واش ندير معاه؟ قالوا له أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فيا فراعنة البلاد أرسلوا إلى سحرة السياسة، وعندنا منهم الله يبارك خيرات، لكن خايفين يخرجوا يهدروا ويدخلوهم للحبس على كبرهم مثل ما دخلتوا بورقعة. أرسلوا إلى سحرة الاقتصاد يخرجوكم من الغرقة اللي راكم فيها. أرسلوا إلى سحرة الخطابة يكتبوا لكم خطاباتكم. أرسلوا إلى سحرة كل مجال. ماشي صارفين بيدجيك حل باش ديروا بيروقراطية فوق البيروقراطية اللي راهي. وسطاء جمهورية ومجلس شباب وما نعرفش واش من خرطي، من كل الشيات لون، من كل الرداءة وين ما كانت لايمتوا طرف، وعطيتوهم بيدجي وقلت لهم طبلوا. إذا كان المواطن ما يدافعش عليه البي ا بي سي والبي ا بي وي وهما من المنتخبين، تقارعوا الوسيط يرفع شكواه وهو معين، وبمن يشكي بالوالي اللي موفر له كل اساليب الراحه وشاف الدائره اللي عطا سكنها لبنته مقابله البحر، بلا ما نهضروا على الشاف سيورتي والشاف سيكتور اللي ما يحلمش انه ينتقدهم ماشي حتى يشكي بهم. فبركاو من تلميع الواجهه. البنتوره ما تركبش على الحيط الرايب. رموا بيتكم، رموا بيتنا اجمعين لانها رايحه تريب. اذا كنا كشعب ما زلنا بعاد، فانتم كمسيرين والله راكم خارجين كل تصنيف. ربي يجيب الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم.